في السنة 35 من الهجرة، وفي عهد أمير المؤمنين ذي النورين، صاحب الحياة، صاحب الأدب، صاحب السخاء، صهر رسول الله مرتين، من اشترى الجنة بماله، أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله عن ذي النورين. في السنة 35 توسعت الفتوحات، واستولى المسلمون على شمال أفريقيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط. المهم مني الروم بهزائم عدة في معارك برية، وهذا أثار حفيظة قسطنطين بن هرقل، فحشد قواته وأساطيله البحرية في أسطول بحري قوامه 1000 سفينة، وأرادوا أن يهاجموا المسلمين ويستعيدوا ما فتحه وسيطر عليه المسلمون. المهم أن عثمان رضي الله عنه أمر أخوه من الرضاعة والي مصر اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأ في تجهيز الأسطول البحري. ويبدأ عبد الله ويجهز أسطول بحري قوامه 200 سفينة، ويركب معه شجعان المسلمين اللي شاركوا في قتال الروم في معارك عدة، ويركبون هذا البحر ويخوضون عباب هذا البحر، يمخرونه بالسفن الإسلامية اللي ما تعودت كثير على قتال البحر، ويفاجئون بالأسطول الضخم للروم 1000 سفينة. 1000 سفينة بلا شك القوتين ما هي متكافئة. فيرسلون لهم، عبد الله يرسل إلى قائد الروم يقول: إن أردتم نقاتلكم على ساحل البحر حتى يكتب لأحدنا النصر. فعرفوا الروم أن المسلمين ما عندهم ذيك الخبرة في القتال البحري، وهم واثقين من خبرتهم العسكرية البحرية وقوة أساطيلهم، فنخروا نخرة وقالوا: الماء الماء. واثقين من خبرتهم العسكرية البحرية والقتالية في الماء وفي عرض البحر. استعان المسلمون بالله، ويبيت الفريقان، يبيت المسلمون في سبلهم يدعون الله ويستغفرون مستعينين بالله صابرين، ويبيت الروم في سفنهم يدقون النواقص. ويصلي المسلمون صلاة الفجر، ويقوم عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه خطيبا حاثا لهم على الصبر واحتساب الأجر. وتليت سورة الأنفال لما فيها من معاني الصبر والثبات والوحدة، وما فيها من معاني النصر. ثم يتشاور عبد الله بن سعد بن أبي السرح مع جيشه مع الأبطال. يتفق المسلمون أن يربطوا سفنهم بسفن العدو، يجعلوها زي المعركة البرية. هذا اتفاقهم مع قائدهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح. أما الروم فثقة منهم بخبرتهم القتالية البحرية ينقضون انقضاضة شرسة سريعة حتى يبيدوا الأسطول الإسلامي. لكن تصدت لهم مقدمة الأسطول المسلم بكل بسالة، وسالت الدماء. يقولون حتى تحول لون الماء دما أحمرا. قتل شهداء من الجيش المسلم عدد كبير. أما الروم فقتل منهم ما لا يحصي عدده إلا الله. يقولون وتقدمت سفينة رومية ورمت بالحبال على سفينة القائد عبد الله بن سعد بن أبي السرح حتى يوهنوا من عزائم الجيش الأسطول الإسلامي. لكن علقمة بن يزيد، ويتمكن علقمة بن يزيد لما ألقى بنفسه على الحبال اللي رموها على سفينة القائد، يبغون يسحبون سفينة القائد ليقتلوه ويوهنوا عزائم جيش المسلمين في عرض البحر، هذا الأسطول المسلم. ويصبر المسلمون أيما صبر، ويحتسبوا ويستبسلوا طمعا فيما عند الله ونصرة لدين الله، وتكون الغلبة والظفر لهم على جيش الروم، جيش الخبرات العسكرية القتالية في عرض البحر. ويفر منهم عدد كبير. قسطنطين قائدهم ابن هرقل يفر جريحا ويأوي إلى جزيرة صقلية ثم يقتل هناك. تكون الغلبة الجيش الإيمان والعقيدة، وهذا النصر وهذا المعركة التي يعني كانت فاصلة في تاريخ المسلمين ضد الروم حسنة من حسنات ذي النورين رضي الله عنه. فتحت الشآمة وفارسنا وإفريقيا نلت فيها الظفر، وذات الصواري لكم شاهد لحر شجاع بعيد النظر.